دلوقتي بقى جه دور السوريين اللي بقيت اسمع واشوف منهم افعال غريبه وكلها عداوه وكراهيه للمصريين، وكانهم بيقولوا بشكل واضح وصريح ان ده عندنا هو رد الجميل. اسمعوا الكائن ده بيقول ايه وبعدين نكمل. واجب على كل سوري عنده مصري، وانا بلشت من اول واحد. عندي مصري بالاسكندريه طردته من العمل. اليوم عندي اسكندراني طردته من العمل، كان يشتغل معي مبرمج ريموتلي. وانت واجبك خلي اهله المصريين الموجودين بالخليج يروحوا لعند السيسي، زيد الاعباء عليه ببساطه. معلش سامحونا بس انا مواطني واهل بلدي اولى. هي عمليه الازل عم تصير، وسمعت قصص كتير. طلعوا بكل بجاحه بقى في فيديو يقولوا انه كان عنده واحد مصري من اسكندريه في مطعمه اللي في اسكندريه طرده من الشغل، وكمان بيدعو كل السوريين في مصر اصحاب المشاريع انهم يطردوا اي عامل مصري عندهم. البجاحه دي كلها بتتعمل من قلب مصر، ده غير طبعا ان الاعلام السوري كله ما وراهوش سيره غير مصر ومعاناه السوريين في مصر، وكأن ده برضه هو رد الجميل بعد ما استقبلناهم لاجئين هاربين من بطش بشار وعملناهم احسن معامله. اتعاملوا معامله المواطنين وخدوا كل حقوق المواطنين، ومصر ما فرقتش بينهم وبين المواطنين ولا في سكن ولا في خدمه طول فتره لجوءهم لحد ما بلدهم رجعت ووقفت على رجليها من جديد او على نص رجل. ما في اجزاء من سوريا كل يوم بتتبخر بعد توغلات اسرائيل، وسايبين اسرائيل وبيقولوا عليها مش عدوتهم اصلا، وجايين يقولوا ان مصر هي اكبر عدو ليهم ومعرفش ليه.